دلوقتي انا في اشهر مدينه في ايطاليا حرفيا. انا جيت النهارده بس عشان اتكلم في شيء معين. في اسئله كتيره جدا جات لي دلوقتي بتيجي تقول لي هو انا اقدر الاقي شغل في ايطاليا ولا لا. انا جبت لكم دلوقتي مثالين موجودين جدا في ايطاليا، مدن السياحيه وكمدينه تقدر تتعامل فيها كمدينه كبيره جدا. واكبر مدينه في ايطاليا هي ميلانو، المدينه اللي انا ساكن فيها هي سياحيه. فهل تقدر تلاقي شغل في المدينه السياحيه وتقدر تلاقي شغل في المدينه الكبيره ولا في فرق؟ يا ساتر يا رب. مشكلة الميموري. المهم يا جماعة خلينا نصور على السريع كده. دلوقتي في أسئلة بجد كتير قوي جات لي في الموضوع اللي انا هكلمكم عليه النهارده، وهوريكم كل الاسئله اللي جات لي هتطلع لكم في الفيديو عموما، فاهمين؟ غير انه في مواضيع تانية اصلا هتكلم عليها برضو انتوا سالتوني عليها. انا كل اللي عاجبني اصلا في الليله دي كلها ان انتوا عجبتكم الفكره الجديده، فكره ان سالوني سؤال في وسط الفلوج اجاوب عليه. الفكره دي عجبتكم، هفضل مكمل عليها، هفضل اقولها على طول لاي حد نفسه السؤال يكتب لي في كومنتات، بس يكون سؤال الناس كلها بتساله. المهم يعني خلينا نجاوب على كل الاسئله اللي طلعت لكم قدامكم دلوقتي. تحياتي، هلا ولا انا رايح دراسه. في سؤال مهم جدا، في سؤال بيجيلي كتير جدا. ادم انا لو جيت ايطاليا هلاقي شغل ولا لا؟ اوراق او من غير اوراق؟ بصوا كام سؤال يا جماعه، حرفيا اقسم بالله كل دي اسئله، كل دي اتسالت لي في نفس الفيديو اللي فات. هجاوب عليه وانا قاعد دلوقتي، هجاوب عليه في الفيديو. اوكي شوفوا كملوا الفيديو. دلوقتي هنحط المايك يعني بص، هو اول مره هيطلع في اليوتيوب فهو هتلاقيه متوتر شويه يا جماعه. لا مش متوتر والله. مغربي بالمغربي انا بخير طبعا الحمد لله كل شيء بخير. السلام عليكم. جبت لكم رضا ساكن هنا بقاله سنه. يلا نبدا بقى الفيديو. لا كتير قوي 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 هتتجاوب في الفيديو ده. لا في ميلانو بقى الموضوع مختلف تماما حرفيا. من محطه المترو بتاعه الاستاسيون انت ممكن تلاقي شغل. ميلانو شيء مختلف تماما، يعني ما اعتقدش ان انت هتلاقي كده في المدينه اللي انا ساكن فيها. 17 سنه قاصر يعني مش محتاجه اجابه، فاهم؟ بتيجي هنا ايطاليا بتستقبلك ما دام انت لسه ما كملتش 18. ايطاليا بتستقبلك، تدخلك مدرسه، لسه بتكمل في المدرسه عادي. لو انت اعتقد لسه هتكون داخل مدرسه لو 18 او 17 هم بيتكفلوا بيك عموما في كلتا الحالات. ما دام انت قاصر جاي ايطاليا هتاخد اوراق بسبب السكولا وبسبب المدرسه. بالنسبه للشغل متاح حاليا ايطاليا ولا لا؟ يا ريت ترد. بصوا يا جماعه عشان افهمكم حاجه. بصوا يا جماعه، هو الاسئله كلها هتطلع لكم قدامكم. فكره ان الاسئله كلها هل ايطاليا فيها شغل ولا لا. يا جماعه زي ما انتوا شفتوا كنا لسه بنصور من شويه وفي حد جه قاعد ورانا مش عايزين نطلعه عموما، بس مش عايزين نوضح هو مين عشان ما يبقاش يعني. المهم دلوقتي انا جبت لكم رضا عايش بقاله سنتين هنا في ايطاليا كده، عايش هنا سنتين في الميلان، فهو اكتر حد اعتقد هيبقى فاهم الدنيا هنا ماشيه ازاي اكتر مني انا اكيد، عشان مش انا اللي ساكن هنا. هساله كام سؤال انتوا سالتوه وهو هيرد عليكم هنا في ميلانو، وبعد كده انا هرد عليكم في المدينه اللي انا فيها. كتير قوي حرفيا بيكلموني بيقولوا لي ادم لو انا جيت ايطاليا هلاقي شغل عموما هنا في ايطاليا ولا لا؟ هتتكلم انت في كميلانو مش هتتكلم في المدن عموما. بالنسبه للناس اللي تبحث عن شغل زعما لا قلب غادي تلقى الشغل، كاين شغل مش ما كاين، ولكن شويه صعيب دوك الناس اللي يكونوا يلا ماجين وحراقين ما عندهم لا لغه لا والو، شويه صعيب بزاف، شويه صعيب فهمتي. ما كانش اللي يوقف معاهم ولا يعاونهم ولا شي حاجه، صعيب عليهم بزاف. ماشي بحال اللي كيجي ميسر لي الامور الحمد لله، ما يجيب وراقه شو فيزا هذه كيلقى العائله كتوقف معاه، فهمتي. ما لما كان عندك حتى شي واحد هنا وجا حارق راه من النهار الاول حتى في الزنقه. بص هو باختصار سريع اللي ما فهمش، هو بيقول لك انه اي حد هيجي هنا بيكون في شغل عادي جدا، لكن اكيد لازم واحد يجي يساعده يفهمه الدنيا رايحه فين جايه منين. لو انت معاك العائله هنا يبقى احسن لك طبعا. فبس كاينه الخدمه، الناس بقى الحراجه اللي معهمش اوراق بيبقى صعب جدا ان هو يلاقي الخدمه. زي ما قال لكم معهوش اوراق بيجي اصلا يلاقي بيشتغل مع ناس بيبقى بيضيعوا له حق وحاجات زي كده. فدي اول نقطة اتكلمنا فيها فخلينا نبعدها خالص. بالنسبة لميلانو كمدينة كبيرة وكمدينة سياحية برضو، لأنه ميلانو من أشهر المدن اللي موجودة في العالم. ناس كتيرة جدا 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 أول ما بينزلوا إيطاليا بيروحوا على ميلانو اوكي، وبيلاقوا شغل هناك. الشغل موجود في كل حتة حرفيا، بس فكرة إن أنت تلاقي شغل في حلين. أنت ممكن تلاقي شغل بدون أوراق وده وحش جدا يا جماعه. انا بستبعد اي حاجه ملهاش اوراق، او بستبعد اي حاجه تيجي في بالك فكره ان انت تيجي بلد من غير اوراق، دي مصيبه لوحدها يا جماعه. انت تيجي ايطاليا من غير اوراق دي معناها ان انت تبقى عارف ان انت هتشتغل الحقوق كلها مش هتاخدها، هيجوا عليك جامد، هتشتغل بطريقه جامده جدا وما تاخدش حقوقك. بدل ما تشتغل مثلا 8 ساعات ولا حاجه هيخلوك تشتغل فوق ال 14 15 ساعه. خلينا نبعد الاوراق، عدم الاوراق دي خالص، لانه
فكره ان تشتغل من غير اوراق انا بستبعد الموضوع ده خالص. ان انت معاك اوراق وجاي تشتغل فانت جاي عشان شغل، ففي شغل يا جماعه. اوكي في كل حته في ايطاليا حرفيا في شغل. في ميلانو هتلاقي كل انواع الشغل، شركات، مخازن، محلات، سوبر ماركت، مطاعم، كافيهات، كل ده ممكن تلاقيه في ميلانو. اوكي بص انا جبت لكم اشهر مكان موجود في ميلانو عموما. الشارع ده معروف اصلا فكره انه البراندات هنا في كل حته، كمحلات لبس في كل حته. انا ما بتكلمش عن براندات دلوقتي، انا ما جيتش الفيديو ده بتكلم عن براندات، بتكلم على فكره ان انت ممكن تلاقي شغل في ميلانو باي شكل. ممكن تشتغل في السوبر ماركت، ممكن تشتغل في محلات لبس كل انواعها، مش محتاج اي حاجه، بكل انواعها حرفيا من كل البراندات. الدومو اصلا بتاعت ميلانو معروفه هناك اصلا كده، فانت ممكن تشتغل في من اشهر الشوارع اللي موجوده في ميلانو. فكره ان انت عشان تشتغل في المحلات دي او كلبس فانت محتاج اوراق. اللي حابب مدينه كبيره كده ويعيش فيها، واللي اتعود في مدينته ان هو يقدر يعيش في مدينه كبيره، فهو كميلانو ان انت تقدر تعيش في مكان حيوي جدا وكبير وبتعمل فيه حاجات كتيره جدا، هيعجبك الحال. لكن فكره ان انت حابب تعيش في مدينه هاديه جدا ما فيهاش ازعاج وصوت عالي وناس رايحه وناس جايه كتير جدا، بس اللي هم بيجوا. غير ميلانو اصلا كمدينه كبيره فيها سياح اصلا رايح جاي، لكن كمدينه سياحيه بحر بقى والدنيا، ما اعتقدش ان انت هتقرب من المدن دي. ميلانو، تورينو، بريشيا، فينيسيا، بولونيا، الاماكن دي كلها ما اعتقدش ان انت هتقرب منها. لكن انا بكلمك ان هو الموضوع يخصك انت. لكن المدينه اللي انا عايش فيها يا جماعه هي بيسكيرا ديل جارد. عددها فكره ان انت يا هتشتغل في مطعم يا هتشتغل في كافيه، هو ده الحاجتين الموجودين في بيسكيرا ديل جارد. فانت تحدد وقتها انت عايز تشتغل فين وفي اي مكان. غير ان انا زي ما وريتكم في المدينه اللي انا ساكن فيها الاماكن الكويسه، بس هوريكم في ميلانو اماكن كويسه. بس فكره ان انت تقدر، انت اللي بتبص عليا دلوقتي تقدر تشتغل في الاماكن دي، لان هي مش شيء صعب. شيء صعب يا جماعه يعني، ما تشغلش بالك في فكره ان انت لما بتروح اماكن كويسه عندك في البلد اللي انت فيها وتقول صعب ان انا اشتغل. لا، هنا الاماكن، هنا الحاجات دي تقليديه او الحاجات دي عاديه جدا ان انت تشتغل فيها. اي حد ممكن يجي يشتغل في الاماكن دي بس بيكون عنده اوراق. فكره ان انت تيجي من غير اوراق دي موضوع صعب جدا يا جماعه. دلوقتي في سؤال تاني يا رضا، في سؤال تاني بيقول لك فكره انه انا عايز اجي ايطاليا بفيزا سياحيه وعايز اكسرها واجي اشتغل، اعمل ايه؟ غير يريح في بلاد احسن لي. عايش هنا يدير توريست ويمشي في حاله، ما بقى والو ولا شي حاجه ما بقى. وفكره انت مش مستاهله ان انت تعمل الليله دي كلها، لان انت لو كسرت الفيزا، فكره انت كسرت الفيزا وفضلت قاعد هنا ثاني بلا ورق ولا ولا حراق وهتحس بحال واحد جاي حار. وفي نفس الوقت فكره ان انت تبقى في بلدك احسن بكتير. فكره ان انت تيجي حارق، انا بالنسبه لي اللي جاي من غير اوراق يفضل في بلده احسن بكتير. بصوا يا جماعه الكاميريري اللي واقف ده. السلام عليكم. هاي جايز I am here in المهم يا جماعه اللي انتوا شفتوهم ورا دول، سيبك من شفتوهم ورا دول، اللي شغال كاميريري ده، اللي شغال ويتر ده مصري. اوكي يعني انا سمعت هو بيتكلم مصري غير الناس اللي قاعده اصلا وهو بيقدم لها مصريين. ده اصلا مثال من الاشياء اللي ممكن تشوفها. هو كواحد كاميريري عادي جدا، مصر عادي جدا زي اي حد، شغال في مكان فعلا جميل جدا. ممكن ما يكونش ساكن هنا، ممكن يكون ساكن بعيد عن هنا، او ممكن يكون ساكن هنا زي الشكل اللي انا ساكن فيه في بيسكيرا، يكون ساكن مع واحد ايطالي مأجر اوضه، او ساكن مع ناس في بيت هنا في ميلانو. فاهمين؟ رضا هو انت مأجر هنا في ميلانو مع ناس صح؟ مأجر. كم مع واحد معاك في البيت؟ معايا 4. مع كم واحد؟ بتدفع كام في الشهر؟ 250. بيدفع 250 يورو في الشهر، ومعاه 4 بني ادمين هنا في ميلانو. هو البيت قريب من هنا ولا بعيد؟ بعيد، لازم تاخد القطر. ولو انت محتاج مثلا، يعني انت دلوقتي انتوا الاربعه بتدفعوا 1000 يورو نعم صح؟ يعني هو الشقه ب 1000 يورو وبعيد عن هنا. دلوقتي انت لو عايز تجيب، تجيب شقه قريبه من هنا لازم تدفع كام مثلا؟ يا ريت عرفتي هون هتدفع حق 2000 يورو. ده اقل حاجه حرفيا، اقل حاجه 2000 يورو عشان تدفعها هنا، عشان تقدر تلاقي مكان بسيط جدا حرفيا، مطبخ وحمام وحاجه لشخص واحد ب 2000 يورو قريب هنا من ميلانو حرفيا. بصوا العربيات دي يا جماعه، يا بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعه فكره الميلانو من اشهر الشوارع اللي موجوده في ميلانو، والدومو هناك يا جماعه، الدومو هناك يا جماعه. اوكي اشهر مكان في ميلانو الشارع ده، في محلات كتيره جدا ولبس وحاجات زي كده. بصوا العربيات بي ام وفراري تاني هناك. بصوا العربيه دي اصلا بتتاجر بالساعه. تور برانز ممكن تعمل بيها تور في ميلانو كامل بنص ساعه تدفع 99 يورو. كذلك ساعتين تقدر تدفع 250. الفراري دي بتتأجر يا جماعه بالنص ساعه والساعه. ما تشغلوش بالكم او ما يضحكش عليكم فكره ان واحد معدي قدامكم فراري ده معناها دي بتاعته، لا خالص. فاشهر مكان في ميلانو هتقدر تلاقي فيه فراري بتتأجر عادي جدا. فاهمين؟ ايه ده؟ لا دي شركه فراري اللي عامله كده. دي شركه فراري اللي عامله كده. كل شيء قال ايه الهبل ده؟ انا لسه عارف والله، لسه عارف كده. لا بس انا لسه عارف فكره انه شركه فراري هي اللي عامله كده، مش واحد بيعمل كده.
كلهم اقرا، ولكن اقرا دوره مثلا. بالظبط. ايوه عارفين الناس اللي واقفه هناك دول؟ شفتوا؟ عارفين الناس اللي واقفه هناك دول يا جماعه؟ ايوه دول فاشهر مكان، عشان تبقوا فاهمين انا بقول لكم ايه، فاشهر مكان في ميلانو حرفيا، ده اشهر مكان، ممكن يكون اشهر من دومو نفسها. دول الاثنين مغاربه اللي واقفين هناك، فمش عايز اصورهم عشان ما يقولش ان انا بصورهم وبتاع، ما يكونوش عايزين يطلعوا في التصوير، لكن انا بكلمك ان هو مغاربه لازم. لكن الفكره اهم من اي حاجه يا جماعه، انه لازم يكون عندك الاوراق. من غير اوراق هو الموضوع هيبقى صعب جدا، او الموضوع هيبقى فكره انها تشتغل في اماكن بعيد عن هنا خالص خالص، حرفيا اماكن مش هيبقى احسن حاجه حرفيا، فاهمين؟ ففكره ان انت تيجي من غير اوراق او تيجي التهريب، او الفكره اللي بتيجي في بالكم دي ما تجوش يا جماعه، لانه فعلا هتتعذبوا هنا. فكره ان انت تيجي باوراق هتقدر تشتغل في احسن اماكن هنا في ايطاليا حرفيا، مش في ميلانو بس، حتى في اماكن تانية كتير. باوراق خليك باوراقك احسن. لو انت عندك الخبره فيها، ما هي ما بتبقاش بالسهوله دي برضو، لكن لو انت عندك الخبره وعندك فكره ان انت تقدر تقدم السي في بتاعك، فروح قدم في اي مكان انت نفسك فيه وهيتقبل. فلو الشغل في ايطاليا فهو موجود يا جماعه. بس فاهمين؟ بس يا رب اكون جاوبت على السؤال بشكل لذيذ جميل كده. يا رب تكون الاضاءه اصلا لذيذه، يعني ما اعرفش هنا اصفر وهنا ابيض. المهم يعني يا رب يكون طلعت الفيديو باحسن شكل ممكن، لان انا هحاول اطلعه. انا ما اعرفش فعلا الفيديو ده هيطلع عامل ازاي، لان اول مره اصور بالشكل ده. بس يا رب يكون الفيديو عجبك. هل في شغل في ايطاليا ولا لا؟ ولما اجي ايطاليا هلاقي شغل ولا لا؟ فيا رب اكون جاوبت على السؤال بشكل تكون فهمتوه ولا حاجه. وبس ما تنساش بقى تعمل لايك وشير سبسكرايب، تفعل اهم حاجه زر الجرس عشان تعرف كل جديد. سلام.